3 4 دقايق ساكتين اثنينهم، المرأة تشعر شعورها الداخلي اكو شيء غلط. زين. طبعا هو بالنسبة له عادي 4 دقايق 5 دقايق 10 دقايق، يعني ماكو شيء غلط، هو بالنسبة له طبيعي. هي بالنسبة لها انه لا اكو شيء غلط. ليش ايش في ساكت كذي 4 5 دقايق؟ ايش في هذا؟ يعني زعلان ولا عنده مشكلة ولا ايش علامة هذا؟ ايش في ساكت؟ المرأة شي تفكر، مع انه هو عادي، يعني ما هو ساكت، هو طول اليوم ساكت اصلا، فكونه يسكت 4 5 دقايق ما عنده مشكلة يعني. فاذا يعني في فروقات، عشان كذي ودي اعرف ما الذي يعجب الرجل في المرأة. فموضوع الثرثرة والكلام هذا في فرق بين الاثنين. فالرجال بشكل عام يعجبهم الكلام القليل او المتوسط، اما الكلام الكثير ما يعجبهم بشكل عام. هذا واحد. اثنين، اغلب الرجال 80 90% منهم يحبون روح المرح. حتى الرجال الجادين يحبون في المرأة روح المرح. ليش؟ لطبيعة تفكير الرجل، طبيعة عمل الرجل، وطبيعة مواجهته لتحديات الأزمات في الحياة. فيبي مكان، يعني مكان راحة. فبالنسبة له شنو الراحة؟ الراحة إنه شيء وناسة، يعني شيء يونس، شيء يريح، يسحب التوتر منه. بالمناسبة الأطفال الصغار يسحبون التوتر. أنا مرة عندي واحدة كانت تشتكي، المهم تقول لي أنا عصبية وايد. قلت لها عندك يهال؟ كانت تقول لي إيه؟ قلت لها كل يوم حاولي تحضرين الطفل لما تحضنه يسحب التوتر من الإنسان، يسحب القلق. عقب كانت تقول لي والله تصدق أنت أعطيتني حل سحري، فعلا قمت أحس إنه يسحب القلق والتوتر. فإذا أكو أشياء تسحب القلق، تسحب التوتر. بالنسبة للرجل، المرأة المريحة، المرأة اللي تونس، المرأة المسولفتشية اللي تسولف، المرأة اللي تسوي حركات، المرأة اللي عندها مفاجآت، بالنسبة له كذي يتعلق فيها أكثر ويحبها أكثر. ثلاثة، الصفة الثالثة، يؤذي الرجل، يؤذي المشاعر المفرطة. واعتقد انا مر معي سؤال اليوم ساعة اللي قالت انا اتحكم وانا اسيطر. ايوه كاهو، انا عندي مشكلة اني كثيرة السيطرة والتحكم على زوجي واولادي بعد، حتى صار زوجي يهرب. شفتوا هاي اللي قاعد اقولها انا. فاغلب الرجال 99% و9 من 10 ما يحبون المشاعر المسيطرة او المشاعر الفياضة. يعني باليوم يمكن 70 مرة يسمع أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك، قول لي أنا أحبك، قول لي أنا أحبك، قول لي أنا أحبك، قول لي أنا أحبك. هي بتسمعها 70 80 مرة باليوم. ما يتحمل، هو ما يتحمل، ولا يتحمل إنه يسمعها 70 80 مرة في اليوم. ما يقدر، الرجل ما يستطيع. فالمشاعر الفياضة طبعا يوم يومين اسبوع اسبوعين ما يخالف، انا قاعد اتكلم بشكل دائم، لا هذا شيء يزعج الرجال. من الاشياء اللي يحبون الرجال، يحبون الزينه. ليش؟ لان الرجل بصري، فيحب الوجه الجميل، الشكل الجميل، الجسم الجميل، اللبس الجميل، الكلام الجميل، الحركات الجميله، المكان الجميل. الرجل يعني يأسر الجمال. والجمال بالنسبة للرجل في المرأة أصناف. أنا مروا علي رجال نقطة ضعفهم الرقبة، من يشوف مرة يشوف رقبتها يحب الرقبة. طبعا يمكن تستغربون، بس أنا قاعد أقول لكم أنهم أشكال وأنواع. في رجال نقطة ضعف الأنف، في بعضهم نقطة ضعفه العيون والحواجب مثلا، المنطقة العلوية هذه نقطة ضعفه. في بعضهم نقطة ضعف الجسم، في بعضهم نقطة ضعف الطول، في بعضهم نقطة ضعف السمنة. أنا مر علي واحد ذاك اليوم في موضوع الزواج، زين، كان عندنا في دكتور زواج يعني، فاتصل يسأل، كان يقول أنا كنت حاط مواصفات البنت اللي بتزوجها، أبيها وزن معين، يبيها سمينة يعني وايد، زين، يبيها بوزن معين. كان يقول أنا شفت 2 3 بس ما ناسبوني. بس أنت ما عندك وايد اسمان، يقول يعني في المنصة ما في وايد امتحان وايد. قلت له بس أنت السمنة اللي قاعد تطلبها سمنة كبيرة يعني سمنة مبالغ فيها. كان يقول أنا أحب كذي.
فاذا يعني كل شخص وعنده ذوقه. في ناس يحبون جمال الفكر، يعني بالنسبه للجمال الشكلي مو قضيه ترى. ومروا علي انا رجال جمال الشكل بالنسبه لهم ترى مو قضيه، بس جمال الفكر عنده قضيه، عنده اساس. انا عندي واحد خاطب تو من يومين ثلاث، يقول لي هي مو مثل الشكل اللي انا ابيه، ولا فيها جمال، ولا فيها حتى جمال لا في الطول ولا في الشكل ولا، بس صراحه سرتني وحبيتها. تو خاطب هذا، فشافها مرتين ثلاث يعني. قلت له شو اللي حبيت فيها؟ كان يقول لي حبيت روحها، يعني عندها روح وايد حلوه، وبعدين كلها متفائله وايجابيه، يعني صراحه يعني تونس، فحبيتها. فشايفين وين يعني، فكل رجل له زاويه في نظرته للجمال. موضوع الغيره، كل الرجال يكرهون الغيره الشديده، لكن كل الرجال يحبون الغيره الخفيفه. انتبهوا لي، احنا في خفيفه وفي شديده. كل الرجال في العالم يحبون الغيره الخفيفه. ليش؟ لانه الغيره الخفيفه تحسسهم انه في حب، في اهتمام، فيحبون الاهتمام ويحبون الحب. وفي رجال لا، الغيره الشديده تنحشهم من البيت. فيعني لو قدرتوا تخففونها زين، واذا تشتغلون في المنطقه الوسطى، بعضهم يمكن يرى هذا، بعضهم ما يرى هذه الغيره.